السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ريحة قائد أركان جيش وطني شعبي. في نفس الوقت القايد صالح يمشي يروح وزير أول. رئيس الجمهورية يفوض صلاحياته للحكومة. وش معنى ذا؟ يفوض صلاحياته للقايد صالح ويخرج القايد صالح. هذا السيناريو الثاني اللي ما قدروش يلقاو فيه ديبارامات، لأنه القايد صالح يحبذ السيناريو الثالث اللي حنحكي لكم عليه. السيناريو الثالث شنو هو؟ أنه الفريق أحمد قايد صالح ينحي وزارة الدفاع الوطني من يد سعيد بوتفليقة ويولي وزير دفاع وطني، ماشي نائب وزير الدفاع، يولي وزير دفاع وطني. تشكل حكومة. رمضان العمامرة يبقى هو رئيس حكومة ولا وزير أول على أمل يمشي. في نفس الوقت الإبراهيمي الخطاب نتاعو البارح هضر في الجزائرية، هضر في الشروق. الإبراهيمي حاول توجور يبين روحه على أساس أنه هو شخص صديق الرئيس، ولكن لا يتفق مع ما يحدث في الجزائر، لا يتفق مع سلوكيات سعيد بوتفليقة، وجاي في الأصل باش يسقم البلاد ويبني البلاد ويعاون. الإبراهيمي اليوم الشارع الجزائري أثبت رفضه، يعني من تمراس لتبسة لتلمسان عندنا آلاف الصور اللي تقول يا الإبراهيمي هذا مشكل عائلي، خطينا روح تروح. يا الابراهيمي انت دمرت سوريا، دمرت افغانستان، دمرت غيرها، روح تروح. بالتالي الابراهيمي ثاني من المحتمل جدا انه يمشي يروح قبل 18 من الشهر هذا. هو عنده موعد مع الرئيس الصيني. الابراهيمي ماشي للرئيس الصيني، سيتم استقباله في الصين يوم 20 من الشهر هذا، باحثين على دعم صيني ثاني لهذا العصابه. ونظن انه الابراهيمي ماشي يروح. السيناريوهات المحتمله اليوم في دماغ سعيد بوتفليقه اللي يحكم في الجزائر هذه هي. يعني عنده السيناريو الاول اقاله بدوي، وضع العمامره في مكانه، قانيس ولد القومي يبدا عمليه التسويق العمامره. في نفس الوقت يبداو يقنعوا بشخص العمامره هو اكبر خطر على الجزائر كيف الابراهيمي، لانه الزوز ناس هذو الناس هذو ولاءاتهم للغرب، ما عندهمش ولاءات للجزائر، ولاتهم لا عايشين هنا لا يعرفوا الجزائر. بنت الابراهيمي مزوجه بملك في الاردن، ولاءاتهم بكل ما يعرفوش الجزائر. الابراهيمي البارح كي تسمعوا يهضر معاه اللغه العربيه اللي كان يهضر بها رايحه للمشارقيه، الرجل ما يعرفش معناتها الجزائر. نفس الحاله رمضان العمامره راهو برا، كي تكون ميسيون في الجزائر يدخل عليها. سعيد بوتفليقه اليوم الحاجه اللي قتلاته وتعباته أنه السلمية تاع المتظاهرين، وفي نفس الوقت عدم تجاوب أفراد المؤسسات الأمنية معاه. يعني على باله بلي أفراد المؤسسات الأمنية لو كان يتمد لهم أي أمر بقمع المظاهرات ولا باستعمال العنف، الناس هذه ماهيش حتمشي معاه. وبالتالي هذا المأزق اللي طاح فيه السعيد. الإبراهيمي البارح تلاقى مجموعة أشخاص في نصه، وفي الكلام اللي يهضروا الإبراهيمي عنده كلام حال واحد. الإبراهيمي وش يقول بلي يا جماعه يجب ان نجد مخرجا امنا لعبد العزيز بوتفليقه، هذا ما يبحث عنه وهذا واش راه يتحوس عليه لهذا العصابه. هذه بعض السيناريوهات المقترحه. انا لحقتني قائمه باسماء بعض الشخصيات الذي سيتم تعيينهم في الحكومه، يعني القائمه كاينه، هما اغلبهم من تيار الموالاه وكذا. مي المسيرات هذه السلميه قد ما تبقى سلميه، وقد ما تافونسي سلميه، وقد ما تروح سلميه تحقق نتائج. كاين خاوتنا ثاني اللي راهم في الحراك الشعبي، يقول لك يا جماعه وحنا نبقاو غير نهبطوا. هذه حاجه من الحوايج اللي يدير فيها الذباب الالكتروني تاع النظام اللي راهو يسير فيهم كريم بن منصور. هو خالو سعيد بوتفليقه، معروف في عالم الميديا وكذا. هذا الذباب الالكتروني يبقى يقنع في الشعب. واش يقول له وانتم تبقاو غير تخرجوا كل جمعه تخرجوا. يا جماعه خافوا ربي، مازال ما تمد للوطن حتى حاجه. جدودنا مدوا 7 سنين ونص ومدوا 132 سنه البلاد باش تتسقم، وبالتالي 4 جمعات اللي تخرج فيهم 3 سوايع مازال باش تستنى نتائج الحمد لله تحققت. على الاقل هذا النظام السياسي القمعي اللي كنا زمان كي تكتب كلمه على السعيد تروح تجوز الحبس، ولا نقولوا له يا سعيد ونهضروا عليه واحد ما يديك للحبس. هذه حاجه صح، هذه حاجه للصحافه اللي يقول تقدر تخدمها لازم. في نفس الوقت المواطن تحقق له حوايج. العقده الخامسه ما كاش، المطالب تاع الشعب خرجت، لا تمديد لا تاجيل. هما اليوم الحراك هذا الشعبي كيف حيستوى عليه بقاعده انه انتم تبقاو غير تخرجوا ما كاين حتى فائده. علاش تخرجوا؟ واش جبتوا فائده؟ نو، تم تحقيق فوائد اللي تم تحقيقها. 1 نهاية سيناريو الوحدة الخامسة. 2 فضح العصابة البوتفليقية داخليا وخارجيا. 3 اثبتنا للجميع سلمية المظاهرات، وبالتالي هذا النظام ما قدرش يروح للقمع. وهذه وفيرا مزور حيمشي يروح هذا النظام هذا يروح. انا ثاني نعاود ناكد في الاخر انه واش عطيت لكم وبعض المعلومات اللي راهي عندي اللي قدرت اللي حبيت نتقاسمها معاكم. في نفس الوقت نهضر درك على موقفي الشخصي. انا ضد بدوي، ضد العمامره،
ضد انيس القومي باينه، ضد القايد صالح، ضد اي واحد من هذا الناس. انا واش راني نحلم بالجزائر؟ الجزائر اللي نحلم بها، نحلم اني نشوف عباد دي جون الجيريان، دي جون الجيريان كفاءات كل في مجاله، كفاءات كل في مجاله، يعني اللي طبيب وكف وكذا. كاين ناس اللي قدرت تخدم في البلاد هذه وعندها كفاءات، مهندسين محامين وكذا. ماناش نحوسوا انا تروح تجيب لي تيار الموالاه نتاعك وتحطوا لي في حكومه وتكذب عليا تقول لي حكومه شبابيه. في نفس الوقت هذا المطلب ماهوش مطلب الشعب الجزائري، الشعب الجزائري ماهوش يقول لك دير لي حكومه، الشعب الجزائري يقول لك يا عبد العزيز بوتفليقه روح درك يا سعيد، خاف ربي وروح، خاف ربي وروح، احشم على روحك واحشم على فاميلتك واحشم على اسم خوك واحشم على كذا وخاف ربي وروح. لانه واش راك دير؟ واش راك دير؟ هذا التخباط. الطير الحر كي يتحكم ما يتخبطش. كون حر، كون حر. الشعب الجزائري الحمد لله ما راهوش يطالب فيك بعنف وما يقدرش يطالبك بعنف، لا، لانه هو شعب مسالم بحد ذاته وما عندناش حرب. خاف ربي وروح. ان شاء الله الناس اللي مازالت تدير الاوامر تاعها من سعيد بوتفليقه وتعتقد انه سعيد بوتفليقه هو الحاكم نتاع الجزائر، ان شاء الله الناس هذه على الاقل تنشق عليه وما تهدرش عليه. هذا ما كان، لانه اذا حبينا نبنوا البلاد هذا هو الهموم باش تبني بلاد. ان شاء الله يا ربي الحراك هذا يبقى دائما مستمر. الحراك هذا هو حراك نتاع الشعب الجزائري، ما يمثلوا حتى واحد ما عنده الحق تاع الحديث نتاع عليه. هما راهم يحوسوا توجور يجيبوا ناس ويقولوا بلي نهضروا هما اسياد الحراك. ما كان حتى واحد معلم في الحراك، ما كان والو. الحراك هذا كي تهبط له بوشك لابس مواطن في وسط 7 ولا 10 ولا 12 مليون لا تخرج. لا كان فيه سياسي، لا كان فيه مناضل، لا كان فيه ناشط، لا كان حتى حاجه. هذا الحراك هو رزق الشعب الجزائري. ان شاء الله يا ربي يوفق ويمشي باش يموصي هذا الحراك. هذه بعض السيناريوهات اللي مديناها لكم اللي ماشيه عليها هذا العصابه. وفيرا مزور اليوم الناس اللي خرجت وقالت لا الابراهيمي لا بدوي لا العمامره راهي وجهت رسالتها، والسعيد دركا يروح يجري كيفاش يبدل الابراهيمي والعمامره وكش ما يلعب به بدوي وكذا. بالتالي هذا الحكومات ما يمثلوش. هذا واش يقول الشعب الجزائري. انا ناقل الصوره يقولوها ونوصلها، كي نحب نهضر باسمي نهضر باسمي. هذا ما كان خاوتنا، سي جوست برك باش نهضروا على بعض السيناريوهات المحتمله. الحراك الشعبي هذا حقق نتائج ما نقدروش نيماجينيو كيفاش تحققت، لانه كانت التيارات نتاع معارضه ما خدمت على مدار سنوات ما قدرتش تحقق ربع الشيء هذا. هذا الحراك نتاع الشعب الجزائري وقوي بالشعب الجزائري وقوي بسلميته. الله يكثر خير كل واحد اليوم هبط للشارع وكان سلمي. الله يكثر خير كل شرطي اليوم كان في الشارع وكان خو. الله يكثر خير الجميع اللي صاروا، خوتنا تاع الحمايه المدنيه، خوتنا تاع ناتكوم، خوتنا تاع لا بكل الصحافه الجزائريه ثاني اللي غطات اليوم الاحداث. الله يكثر خيرها، ما عدا قناه انيس القومي اللي اليوم ما لقاتش وين تروح تحوس، ما لقاتش مالوريزمون كاش خرابه باش تروح تحوس. ربي يجيب الخير لبلادنا. هذا ما كان.